الزمالك بالعلامة الكاملة في دوري نايل. مساء الفل، معاكم حليم من قناة حليم بتاع الكورة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم كده بشكل سريع عن مباراة الزمالك وسموحة. في البداية احنا بنبارك طبعا لكل الناس، مبروك حصاد ال3 نقط. في وجهة نظري وفي تقديري إن هما 3 نقط محورية، وبغض النظر طبعا عن الأداء اللي احنا هنستفيد فيه وليه الزمالك ظهر بالشكل ده أثناء الفيديو، لكن هذه النقاط محورية لعدة أسباب. منها إن أنت النهاردة بتلعب وعندك غياب في بعض العناصر الأساسية المهمة، يعني مش مجرد عناصر أساسية وخلاص، لا ده عناصر أساسية ومهمة. أبرزهم طبعا زيزو، وأبرزهم طبعا النجم ناصر ماهر. حتى سيف الدين الجزيري لو دون المستوى فهو برضه الزمالك لا يزال عنده علامة استفهام في مركز المهاجم. وهنتكلم طبعا ونستفيض على بداية سيف الجزيري على مدار المباراتين السابقتين سواء البنك الأهلي أو سموحة. المباراة أيضا تأتي أهميتها إن أنت داخل على توقف دولي، وأنت داخل على توقف دولي في ظل المشكلة اللي كانت حصلت حول التحكيم وظل تهديدات المنظومة الرياضية، كان مهم جدا إن أنت تخرج من عنق الزجاجة ومن المرحلة اللي احنا فيها ديت باقل الخسائر، بحيث ان انت في فتره التوقف تعيد ترتيب اوراقك بقى، ان كان في لجنه حكام جديده هتيجي، ان كان في لعيبه مصابه هترجع، ان كان في لعيبه تستحق ان هي يحصل لها استشفاء. احنا بنشوف لعيبه كتيره في الملعب مستواها تدنى بشكل كبير جدا، ان كان عمر جابر، ان كان المسلوسي، وقبل منهم طبعا زيزو وناصر ماهر. مستويات متذبذبه كلها بسبب ضغط المباريات. فبالتالي كنا نستحق ان احنا نستثمر في هذا الانتصار. ان شاء الله النهارده هنتناول تحليل المباراه طبعا بوجه سريع كده. بعد المباراه مباشره احنا بنصور، وبرضه هنقيم اللعيبه بشكل فردي. وبرضه شاركونا في التعليقات، هل المباراه شايفين انها تستحق فيديو تاني بالحالات التحكيميه وبالصور وخلافه ولا لا؟ بس في البداية لو حضرتك مش مشترك في القناة يا ريت حضرتك تشرفنا وتنورنا، ويهمنا جدا اشتراكك. لو حضرتك بيعجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه وحابب ان احنا نستمر فيه يا ريت تدعمنا بلايك. يا ريت برضه لو عندك اي تعليق على اي حاجة تخص محتوانا يا ريت تعلق، احنا بنهتم جدا بالردود. ويلا بينا نبدأ. الزمالك بيبدأ في الرسم الخطط المعتاد بتاعه. محمد عواد ظاهرين جنب عمر جابر وبنتايج، وقلبي الدفاع أيضا مستمرين معانا، حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد، واحد من أعظم مدافعي الدوري إن لم يكن أعظمهم في التوقيت الحالي. ثلاثية وسط ملعب كما اعتدنا، دونجا مع عبد الله السعيد. النهارده بيدخل اسم زي شحاتة مكان ناصر ماهر، أو دونجا بقى هو اللي عائد من الإيقاف مكان ناصر ماهر. حصل شويه لخبطه في حته نص الملعب دي وهنتكلم عنها باستفاضه دلوقتي. وطرفي الملعب طبعا محمود عبد الرازق، ومن الناحيه الثانيه مصطفى شلبي، وسنتر فيرود وحيد ناصر منسي. الزمالك داخل المباراه زي ما اتفقنا في غياب عناصر مهمه زي زيزو، عناصر مهمه زي ناصر ماهر. طيب هل زيزو وناصر ماهر هل هي لعيبه تقليديه؟ يعني هنقول مثلا زيزو ده جناح، خلاص شيل جناح وحط جناح. عندنا مثلا شيكابالا في الفرقه بيلعب جناح، عندنا مشلاك بيلعب جناح، عندنا ايشو بيلعب جناح، عندنا مثلا محمد عاطف ومهاب ياسر. دي كلها تندرج تحت بند الجناح، تمام. فهل يا ترى لما اجي اشيل زيزو اقدر اعوضه باي جناح كده وخلاص؟ طيب سيبك من زيزو، نروح لناصر ماهر. ناصر ماهر بيلعب معانا على الورق في المركز رقم 10، الا انك بتجد ان هو اوقات كتير جدا بيزيد على اطراف الملعب، بيعمل اوفرلاب في الناحيه اليمين ناحيه الشمال، موجود يمين موجود شمال. صنع مثلا هدف من ناحيه اليمين في مباراه بيراميدز مثلا، هتلاقيه جايب هدف من عمق الملعب في المباراه السابقه في الضربه الثابته طبعا بتاعت عبد الله السعيد. فاذا انت برضه بتتكلم عن لعيب متضارب الامكانيات ومتضارب الخصائص، وبتقدر تستفاد منه في اكتر من مهام وظيفيه داخل الملعب. فهل يا ترى اذا شلت ناصر ماهر بعد المستوى اللي هو وصل له اقدر احط مثلا سين او صاد وخلاص والدنيا تمشي كويسه كده؟ طيب انا مش هجاوب حضرتك. عارف مين هيجاوب حضرتك؟ اللي هيجاوبك هو الشوط الثاني من مباراه البنك الاهلي.
طبعا نظرا للظروف الصحيه ما قدرناش نتكلم عن هذه المباراه. هتجد ان ناصر ماهر خرج مصابا، تبعه زيزو خرج مصابا. تمام. كانت إيه النتيجه؟ النتيجه ان الزمالك فقد السيطره على كل مجريات الامر، بل بالعكس في كل كونتر اتاك كان بيروح عليك بخطوره. وطبعا كان منهم ركلتين الجزاء اللي اتحسبوا علينا كانوا من مرتدتين لهجوم البنك الاهلي. طب ليه الزمالك في ظل ما احنا كان متقدم في مباراه البنك الاهلي تقدم 1-0 وتقدم 2-1، طب ليه الزمالك مش قادر يحافظ؟ ليه بيترجع عليه سهل كده؟ مع ان لو هنتكلم كوره سهل جدا ان انا اتقدم واحافظ. يعني دي مهمه اسهل من ان انا ابحث عن التقدم. يعني وانا متقدم 1-0 وحافظ على 1-0، هل دي مهمه اسهل ولا ان انا ابقى متقدم ابقى 0-0 مثلا وببحث عن التقدم؟ اكيد الحفاظ على التقدم اسهل بكتير من البحث عن التقدم. خاصة ان انت بقى فريق على الورق فريق بتميل الى الاستحواذ والمداورة والتدوير وخلافه وكذا وكذا. تمام. فسهل جدا ان انا اتقدم وامسك كوره. يا سلام، سيناريو نموذجي وعملناه في مباريات كبيره جدا ونفعت هذه المباريات. ابرزهم مثلا نهائي الكونفدراليه اللي تقدمنا فيه في وقت مبكر جدا في النص ساعه الاولى، وقدرنا نحافظ على كورتنا بقيه المباراه وتوجنا باللقب. تمام. ومباريات كتيره حسمناها بهذه الطريقه. طب ليه الزمالك مش قادر يمسك نفسه بعد خروج زيزو وخروج ناصر ماهر من مباراه البنك الاهلي؟ ليه؟ لان الزمالك ما عندوش الادوات التي تجيد الحيازه. هو يا جماعه الاستحواذ ده يعني ايه؟ يعني لاعب يستلم كوره بيقدر يخرج بالكوره دي من تحت الضغط. يعني ايه الجمله دي؟ يعني انا هاخد الكوره من واحد زميلي في مسافه ضيقه جدا، ثم اتوقف عليها بعض ثواني. اثناء هذه الثواني بينضغط عليا من لاعب الخصم. قدرتي على الاحتفاظ بالكوره في هذه الثواني ثم قدرتي على ارسال تمريره سليمه لزميل اخر، هي دي معناها الخروج بالكوره من تحت الضغط او الحفاظ على الكوره من تحت الضغط. دي سمه الفرق اللي بتلعب استحواذ زينا. طب لما انا اخرج اهم مفاتيح لعب في نادي الزمالك زي زيزو زي ناصر ماهر، كان برضو هناك مفتاح مهم زي فتوح رجع النهارده قدم لنا برضو شكل كويس هنتكلم عنه. عندنا عنصر زي عبد الله السعيد طبعا ملك الاستحواذ داخل نادي الزمالك. فما نقدرش نطالب نادي الزمالك بنفس معدلات الحيازه اذا غاب زيزو وناصر ماهر. طبعا دي كلها خطا يتحمله الاداره في التدعيمات وفي الصفقات، لكن احنا بنتكلم كوره دلوقتي. ما اقدرش اقدم نفس جيم الحيازه اللي كنت بقدمه في وجود زيزو وناصر ماهر. تمام. طيب جوميز قرر ان هو يلجا لفكره مغايره تماما في هذا اللقاء، ظنا منه ان هو هيقدر يطلع باقل الخسائر عشان الاعتبارات اللي قلتها لحضرتك. والله عندنا توقف دولي نقدر نصلح اخطائنا، والله في لعيبه هترجع من اصابه، والله. فالراجل بالبلدي كده كان عاوز يدبقها عشان يمشي المباراه. طب هو عارف يدبقها؟ الاجابه لا. الاجابه البشاعه اللي احنا شفناها النهارده خاصه في شوط اللقاء الاول. يعني يمكن الشوط الثاني الزمالك ما تحسنش، ولكن سموحه اول اللي تراجع على المستوى البدني احقاقا للحق يعني بوضوح شديد، وانا مش مجامل في تحليلي دايما. يعني هتجد ان الزمالك النهارده لعب بثنائيه في على الدايره. فاكرين الثنائيه دي؟ طبعا احنا خدنا معارك رهيبه. الناس اللي كانت تقول لك دونجا وشحاته قبل لقاء السوبر الافريقي، فاكرين العركه دي؟ انا متاكد ان في ناس كتير من اللي كانت بتتبنى هذه النظريه بيتفرجوا علينا في الفيديو النهارده. فاكرين هذه النظريه الصمعاء وكم الخناقات اللي انا اتخانقتها، وان ما ينفعش دونجا وان ما ينفعش شحاته يلعبوا الاثنين على الدايره. والناس يا عيني بتتخيل ان انا لما ازود لعيب كمان على الدايره يبقى انا كده بامن اكتر. هو ما بتتحسبش كده يا جماعه. يعني هي الناس دايما متعوده على ثنائيه دونجا وعبد الله السعيد على الدايره، فهي بقى تتخيل ان احنا لو زودنا دونجا وجنبه شحاته وجنبه عبد الله السعيد، يا ده احنا كده امنا بثلاثه مكان اثنين. تمام. الثلاثيه دي بتفكرك ايه؟ بماتش حتى بتاع السوبر المصري لما الاستاذ زياد كمال ده لعب مع شحاته ومع عبد الله السعيد. المباراه يعني ما استحملتوش نص ساعه في الكولينج بريك. الراجل خرجه يعني مش بين الشوطين، خرجه في الكولينج بريك ونزل مكانه مش لاك يعني للناس اللي ذاكرتها قويه طبعا. فالمغزى من كلامي ايه؟ ليه ثنائيه وسط في ارض الملعب ما بتبقاش كويسه في نادي الزمالك؟ لان احنا اتفقنا مع بعض من شويه ايه؟ ان ابرز سلاح بيميز نادي الزمالك هي قدرته على الحيازه. ليه؟ بسبب امتلاكه عناصر تملك القدره على التمرير. يعني انا بكره ما ينفعش اجيب رؤى وعمرو السيسي
ولعبهم في نص الملعب الزمالك وقال لهم العبوا جيم حيازه. لا، لما كان عندنا عناصر من النوع ده، واحد زي فيريرا لجأ ان هو يلعب 3-4-3 وبدأ يلعب الكرات الطويله من ورا لقدام. تمام؟ ليه؟ لان انت ما عندكش عناصر في نص الملعب عندها قدره على الحيازه. عبد الله السعيد وناصر ماهر في سوق لعيب الوسط مش هتحطوا في خانه واحده مع زياد كمال ولا مع محمد شحاته ولا عمرو السيسي والناس دي. الناس دي عندها قدره رهيبه على امتلاك الكوره والخروج بها من تحت الضغط، خاصه العظيم عبد الله السعيد. طيب، فالزمالك لما ترك الاستحواذ وقرر ان هو يأمن وسط ملعبه بثنائيه وسط دفاعيه ويحرر عبد الله السعيد في المناطق المتقدمه، خسر ميزتين مهمتين جدا في طريقته اللي هي اساسا بتعتمد على الاستحواذ. اول حاجه خالص اخر خط الضغط. بدل لما انا كنت بقابل من نص الملعب بدات اقابل من التلت الاول، وده معناه ان مهاجمي الخصم اصبحوا اقرب الى مرمايا. تمام؟ دي اول نقطه احنا تضررنا منها في هذه المباراه. تاني نقطه، لما حضرتك سحبت عبد الله السعيد من وسط الملعب وحطيته في الوسط الاخر، يعني حطيته تقريبا مع الفريق الاخر في وسط ملعب الفريق الاخر، تمام؟ حضرتك فقدت القدره على الميزه اللي انا بكلمك عنها، اللي هي القدره على الخروج من تحت الضغط. يبقى اذا انا مأخر خط الدفاع وعمال انضغط، طب اطلع بقى من الضغط. مش قادر ليه؟ لان ما عنديش عناصر عندها القدره على الخروج بالكوره من تحت الضغط. سهله اهي، انا مش قادر اطلع من الضغط، فسموحه بدات تعمل عليا هجمه، ثم انا بحاول اشتت، ثم تسترجع الكره وتضغطني بهجمه جديده. تمام؟ ثم بحاول اشتت، ثم تسترجع الكره، ثم تضغطني بهجمه ثالثه. كل ده انا بعمله ليه؟ لان نادي الزمالك لا يستطيع ان يلعب جيم حيازه. طيب، هل جوميز تصرف التصرف الامثل؟ في وجهه نظري لا. انا علشان العب جيم تحت الكوره بالمنظر اللي احنا شفناه النهارده ده، انا كان يلزمني جناحان سريعان. تمام؟ مش احنا بقى اتفقنا خلاص ان احنا مش قادرين نطلع بالكوره فهنشعلق. طب هو الصح ان انا اشعلق على شيكابالا وشلبي، ولا كنت ادور على حد عنده مقاومات بدنيه اعلى؟ انا طبعا مش هتكلم على شيكابالا بشكل ايجابي ولا بسلبي، لان شيكابالا واضح جدا ان هو نازل يسد خانه، كتر خيره مفيش ازمه خالص. لكن انا كان عندي اوبشنز افضل، يعني كنت اقدر مثلا ابدا بمشلاك رغم ان انا ما بفضلش مشلاك. تمام؟ كان عندي مثلا اوبشن ان انا ابدا باي حد سريع بقى، يعني لو عندي حسام اشرف سريع مثلا احطه على طرف الملعب، عندي عمر فرج سريع احطه على طرف الملعب، وان كان عمر فرج برده مش سريع. اي حد سريع عشان اتبنى فكره ال 4 2 3 1 الكلاسيكيه بقى، اللي هي بتاعه الضغط من المربع الاولاني. لكن النهارده الراجل حط شيكابالا، ففي اوقات كتير جدا الكوره كانت بتوصل لشيكابالا. شيكابالا كانت مهمته المفروض ان هو يقف على الكوره ثم يعيد توزيعها ويعمل منها كونتر اتاك. طب هل شيكابالا كان بيستلم بشكل كويس؟ الاجابه لا، لا عوامل طبعا بدنيه وعوامل سنيه. طب هل شيكابالا لما كان بيستلم كويس كان بيمرر بشكل كويس؟ برضه في الشوط الاول مش ما خدتش بالي، يعني ممكن اراجع تاني هل هو عمل تمريرات كويسه ولا لا، عشان ما بقاش برضه متجني عليه والناس بتزعل بصراحه بسبب انتقادي لشيكابالا. تمام؟ اذا كان اختيار شيكابالا في جيم التحولات ما كانش هو افضل قرار من جوميش بصراحه. وده ان دل فده بيدل ان الراجل يعني ما عندوش ادنى قناعه باللاعب اللي اسمه ميتشالاك. تمام؟ دي اول نقطه. النقطه الاخرى برضو ما بشوفش ان مصطفى شلبي عنصر تحولات نموذجي. يعني مصطفى شلبي بصراحه بائس جدا، بس هو بصراحه مش بنفس البأس بتاع ميشالاك. يعني احنا دلوقتي بقى عندنا بائس واحد وبائس اتنين وبقينا نقارن يعني. فاعتقد ان العناصر ما كانتش افضل حالا. الزمالك استقبل كم فرص غير طبيعيه الشوط الاولاني. انا شايف ان القدر كافئنا كثيرا، يعني خاصه في الكوره بتاعت عواد اللي جت في ظهره، ولما جت في ظهره خبطت في القائم. فده طبعا الولد ده يعني في شيء لله، الى جانب كمان ان هو تقريبا صاد 3 انفرادات، الى جانب الجيم العظيم اللي قدمه حسام عبد المجيد. فعلا رجل المباراه يستحق بكل قلب يعني وكل تقديري لهذا اللاعب اللي عمل كومباك تاريخي على نفسه. تمام؟ بنتائج ما كانش كويس النهارده خالص، كان متهور بعض الشيء، كان عنيف. انتوا طبعا عارفين ان انا بحبه، بس لا كان عنيف. طيب نيجي بقى نشوف لماذا جوميز قدر ان هو يقلل من خطوره سموحه الشوط الثاني. اول حاجه خالص حط لنا فتوح مكان بنتائج، فاكرين؟
اما كلمتكم من شويه في اول الفيديو ان فتوح كان عنصر حيازه كويس زمان، اهو رجع فتوح خفف لنا الضغط شويه من الجبهه بتاعته دي. تمام، ده كانت نقطه كويسه مع العامل البدني اللي اهتز بقى مع سموحه، مع فكره ان انا رجعت عبد الله السعيد تاني مركزه الاصلي 8. تمام، وبديت بقى ازق محمد شحاته ناحيه اليمين وازق دونجا ناحيه الشمال، بقينا نشوف شحاته بيتطرف اكتر على عمر جابر، لان عمر جابر النهارده برده ما كانش كويس وعمل برده فاول خطير. تمام كده، فزق شحاته ناحيه عمر جابر يخفف الضغط من عليه شويه، وزق دونجا ناحيه الشمال يخفف الضغط من عليه شويه، ولعب السته بتاعنا النهارده عبد الله السعيد حاجه مهمه جدا وعنصر مهم جدا في الخروج بالكوره من تحت الضغط. فقدر عبد الله السعيد وفتوح يمسكونا شويه كوره الشوط الثاني. ده مش معناه ان احنا قضينا على خطوره سموحه تماما، لكن على الاقل خالص بدينا المباراه تكون في شكل السجال، قدرنا ناخد نفسنا ولو بقليل يعني. ثم بدينا بقى نعمل تغييرات نمطيه، يعني خرجنا شيكابالا نزل مشلاك. انا شايف ان المفروض كان العكس هو اللي تم، يعني مشلاك هو اللي بدا ثم شيكابالا اللي نزل تغييره، وفي الاخر ايضا تغييره نمطيه حسام اشرف مكان ناصر منسي. انا بصراحه على الفورمه اللي ناصر منسي فيها دي والتوفيق اللي هو فيه ده ما كنتش اتمنى ان هو يخرج من الملعب، لكن برضه حسام اعتقد يستحق بعد الدقائق. وفي الاخر خالص ختم بتغييره اللي هو ايشو مكان مصطفى شلبي، يعني تغييره برضه كانت استهلاكيه للوقت بشكل كبير. المقصد من كلامي ان جوميز قرر ان هو يغير جلده تماما ويغير مدرسته التدريبيه، وبدل ما بيعتمد على جيم الحيازه قرر ان هو يستقبل لعب، فالفريق ظهر بشكل وحش جدا. فاذا انا لو هلوم على جوميز ان هو بقى خطوطه متقدمه في مباراه البنك الاهلي، طب انا هلومه ازاي في هذه المباراه؟ يا جماعه الزمالك يحتاج الى عناصر، يا جماعه مفيش مدرب بيفوز بدون عناصر، يا جماعه احنا بنلعب بطريقه لعب متطلبه جدا وتحتاج الى عناصر وتحتاج الى جوده. يا جماعه الزمالك مش هيقدر ينافس بهذا الشكل، يا جماعه الزمالك يحتاج الى تدعيمات في يناير. طول الصيف بنتكلم في هذا الكلام، مفيش فيديو طلعناه الا لو قلنا البقين دول. عاوزين صفقات، عاوزين فرود، عاوزين جناح. يا جماعه الزمالك غير ملائم ان هو يلعب جيم دفاعي، الزمالك بيلعب جيم حيازه بسبب قدرته على ضم لعيبه عندها القدره على الحيازه. عبد الله السعيد، احمد فتوح، ناصر ماهر، زيزو، احمد حمدي، ربنا يرجعه بالسلام. محتاجين نعزز ده كمان بجناح وبفرود، محتاجين عدد كبير من اللعيبه اللي تقدر تستحوذ على الكوره. الزمالك فريق فارغ، فريق فاضي. النهارده بيغيب زيزو وبيغيب ناصر ماهر، اديك شفت الشكل. وانا خلي بالك انا بعيدا ان زيزو اتصاب، انا اصلا من الناس اللي كنت بطالب بضروره راحه زيزو، لان زيزو يا جماعه مش هيقدر يواصل على النمط ده، ويمكن الاصابه دي جات له يعني ممكن تبقى خير ليه ويبقى فيها حته استشفائيه ليه. برضه ناصر ماهر اعتقد برضه ان هو كان يحتاج البريك. مهم جدا ان احنا كسبنا، مهم جدا ان احنا داخلين التوقف الدولي ومعانا كل النقاط. اعتقد انه جوميز عنده وقت ان هو يصحح كتير من اخطائه. اعتقد برضه مباراه الجيم الدفاعي اللي هو قدمها النهارده هيكون عنها فكره كبيره وهيتامل فيها وهيفكر فيها. تقييمات اللعيبه النهارده سريعا للاسف ما عنديش لعيبه كتيره جدا تاخد تقييمات كويسه. في وجهه نظري افضل لاعب في المباراه بلا اي منازع هو حسام عبد المجيد، جائزه رجل المباراه مستحقه له تماما. فعلا حسام عبد المجيد تفوق على نفسه من اعظم المباريات النهارده اللي قدمها، وفاز في كل الثنائيات. بصراحه هذا الولد تطور بشكل غير طبيعي، انا كنت من اشد المنتقدين ليه بمنتهى الامانه. محمد عواد النهارده باستثناء تمريره كده صدق يعني شاطها بشكل مش حلو، ده يخليني احطه رقم 2 بعد حسام عبد المجيد في التقييم. في وجهه نظر حسام عبد المجيد 9.5 من 10، 9.5 يستحق هذا التقييم. في وجهه نظري عواد ياخد 9. تمام. رقم 3 في وجهه نظري ناصر منسي. ناصر منسي لعيب كبير يا جماعه، لعيب مقاتل على الكرات، لعيب بيلتحم في كل حاجه. مش عيب ان احنا لعيب يكون مش معجبين بمستواه ويتفوق على نفسه فنرجع نديله كريدت. خلي بالك احنا حسام عبد المجيد وعواد وناصر الثلاث اعلى تقييمات دولت احنا كنا بننتقدهم الموسم اللي فات ازاي، وكنا بنطالب برحيلهم او كنا مش عاجبينهم ان هم يلعبوا بمستوى اساسي. دلوقتي افضل ثلاثه. وبالمناسبه ناصر منسي افضل بدايه كمهاجم بين مهاجمي كل الفرق. الراجل جاب هدف في السوبر الافريقي، ناصر ماج، وجاب هدف في
البنك الاهلي، وجاب هدف النهارده، صنع هدف في المباراه السابقه بضربه جزاء البنك الاهلي، سجل 3 ركلات ترجيحيه قدام الاهلي وقدام بيراميدز ثم امام الاهلي مره اخرى. الراجل متفوق على نفسه. انا بكلمك على لعيب ايه؟ لعيب بديل، لعيب بديل في نادي الزمالك. يعني هو لم يبدا اي مباراه بصفه اساسيه الا مباراه اليوم في كل مباريات الموسم. فاذا انت بتتكلم هنا على فينومينا او ظاهره، نستغل هذه الظاهره. فعشان كده انا بقول لك لا، ناصر ما كانش يطلع النهارده من الملعب. تمام. بعد كده التقييمات برضو في وجهه نظر عبد الله السعيد لا يزال برضو من اهم عناصر نادي الزمالك. ما اقدرش في مره من المرات اقلل من شان عبد الله ولا اقول مستواه قل ولا خلافه، لان عبد الله هو يعني الرئه اللي احنا بنتنفس بيها، فما فيش انسان بيعيش بدون رئتين. ففي وجهه نظري عبد الله ياخد رابع اعلى تقييم. فيما دون ذلك لا، يعني الناس الباقيه مش عجباني. يعني ما عجبنيش حمزه، ما عجبنيش عمر جابر بتفاوت طبعا، ما عجبنيش دونجا وشلبي بعد الكامباك بتاعهم، كنت متخيل ان هم يقدموا حميه اعلى من كده. ما عجبنيش شحاته خالص خالص. يعني بشوف برضو شحاته من الناس اللي بتاخد ثناء مبالغ فيه. بنتايج النهارده لا، من اقل مبارياته مع نادي الزمالك منذ قدومه. ما عجبنيش ايضا شيكابالا حتى على مستوى التبديلات. يعني ما اقدرش برضه اقيم مشلاك، ما عملش حاجه. ما اقدرش اقيم ايشو، ما اقدرش اقيم. عاوز ادي تقييم ايجابي لاحمد فتوح، قدم 45 دقيقه كويسه جدا. ربنا يرجعه، الولد ده كويس والولد ده موهوب. يعني اتمنى اكون اللي انا قدمته النهارده يعني كافي ووافي بالنسبه لحضراتكم. لو حابين نتكلم اكتر في امور تحليليه ونعمل بكره مثلا حالات وخلافه، ابعتوا لي، اكتبوا لي في الكومنتات. لو لقيت عدد كبير في الكومنتات بيقول لي قدم شكل تحليلي عن المباراه، لان طبعا الموضوع ده بيكون مرهق شويه جدا في اعداده يعني. انا هشتغل عليه، بس تعرفوني في الكومنتات ويكون عدد وافر من الكومنتات بيقول لي اعمل حالات تحليليه بكره لنفس المباراه. لو حابين بقى نكمل الفتره اللي جايه دي بشكل اخباري حتى عوده الزمالك مره اخرى، مفيش ادنى مشكله. لو حضرتك وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا بلايك وبكومنت. شكرا جزيلا لحسن الاستماع والمتابعه. لا تذهبوا بعيدا. سلام.